ازاي تعمل محضر في مباحث الانترنت؟ السؤال ده اتكرر كتير جدا، خصوصا بعد ما نزلت الفيديو بتاع الابتزاز الالكتروني وعقوبة ان انت تاخد صورة حد وتحطها على فيديو جنسي او تبدأ تبتزه بيها. خلينا نركز جدا يا جماعة في الفيديو ده ونشيره على اكبر نطاق علشان اكبر قدر من الناس تستفيد. طيب، اول حاجة حضرتك بتاخد السكرينات بتاعة الابتزاز، سواء كنت ولد او بنت، يعني بنت حد بيبتزها بصورها، او راجل حد بيبتزه عشان يبعت له فلوس او بيشتمه، او ايا كان نوع الحاجة اللي بتحصل معاه. وبعد كده بيروح على مباحث الانترنت في مديرية الامن التابع ليها. يعني انا مثلا من الجيزة هروح مديرية امن الجيزة، من القاهرة هروح مديرية امن القاهرة، او هروح مباحث الانترنت في العباسية. من المنوفية هروح مديرية الامن، من كفر الشيخ هروح مديرية امن كفر الشيخ، سوهاج اروح مديرية امن سوهاج. اي محافظة حضرتك بتروح مديرية الامن التابع ليها المحافظة بتاعتك، وبتبدأ تاخد معاك السكرينات دي، وتاخد معاك الحساب اللي انت اتهددت عليه اللي هو الواتساب او الفيسبوك او ايا كان. وبعد كده بتروح تقدم الحاجات دي في فلاشة لضابط المباحث اللي هناك، وبعد كده بيبدأ يتخذ الاجراءات القانونية اللي هي بدايتها ان هو بيفتح الواتساب او الفيسبوك بتاعك علشان ياخد منه شوية بيانات بمعرفته، ويبدأ يشتغل على القضية. بعد كده حضرتك بعد ما تعمل المحضر بتاعك بتاخد رقم احوال وتبدأ تتابع في النيابة لحد ما تتحول القضية للمحكمة الاقتصادية المختصة. وبعد كده بيعرفوا يجيبوا الشخص اللي بيعمل كده عن طريق الاي بيهات او ارقام التليفونات بتاعته من المشغلات الاربعة، سواء اتصالات او فودافون او اورنج او وي. وبعد كده بيجي ياخد العقوبة بتاعته. ويا ريت يا جماعة نشر الفيديو ده علشان الناس كتير جدا بتسأل على الموضوع ده علشان يعرفوا يتصرفوا ازاي. فولو ولايك واستنوني في معلومة قانونية جديدة.